السلام عليكم احبائي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم اريد اسوي لكم تشريبه باللحم. احبائي المكونات اللي نحتاجهن: نص كيلو لحم غنم، حمص كوب، طبعا انا من الليل نقعته وغسلته وهسه جاهز عندنا، بوتيته، بصل، ثوم، جزر، ورق الغار، ليمون، عودان دارسين، وعندنا هنا كركم خاشوقة متوسطة، وملح حسب الرغبة. أول ما نبدي باللحم أخليه بالقدر وأخلي عليه 8 كواب ماي، ورق الغار، دارسين، عندي الليمونات أثقبهن، الكركم، ثوم، عندي هم هنا راسين من البصل أخليه وياه وأخليه على النار يغلي، وبعدين أضيف عليه باقي المكونات. نبدي نحضر باقي المكونات. عندنا هنا البوتيتا نقشرها والجزر والبصل، وبعدين نثرم البوتيتا والجزر. طبعا البوتيتا نص كيلو لحم، 3 بوتيتات متوسطات. قطعهن كبار. الجزر هم قطعته كبار. البصل ما قطعه. هسه هاي المكونات كلها اضيفهن على اللحم. بعد ما فار اضيف باقي المكونات، بس يبقى عندنا الملح بالاخير اضيفه. فهسه انا اغطيه واخليه على نار هادئة لمن يستوي عندنا اللحم والباقي المكونات. اللحم والحمص عندنا هنا استوى، اضيف عليه الملح. خمس دقائق اخليه على النار واطفي. تشريبتنا حاضرة، تاكلوها بصحة وهنا وعافية.